احنا اصلا كائنات المشاعر بتاعتنا والاحاسيس او الايموشنز بتاعتنا هي اكتر حاجه بتاثر علينا. بنربط بين حالتنا النفسيه والاكل سواء كنا زعلانين او فرحانين، لانه اولا احنا اصلا كائنات المشاعر بتاعتنا والاحاسيس او الايموشنز بتاعتنا هي اكتر حاجه بتاثر علينا. ده غير انه في المخ بتاعنا المركز او الاشارات اللي هي النيورو ترانسميترز المسؤوله عن الشبع او الجوع موجوده في نفس الحته اللي مسؤوله عن المشاعر والاحاسيس. فغالبا بيحصل او اوقات كتير قوي بيحصل زي confusion ما بين ان احنا بنكون حاسين، يا اما احنا بنكون فاكرين ان احنا جعانين بس في الحقيقه ما بنكونش جعانين، يا اما بنكون متضايقين او زهقانين او حتى ساعات فرحانين. وده بيجي من واحنا صغيرين لما بنكون اتعلمنا نربط بين مشاعر مهمه قوي وما بين الاكل. فمثلا لو طفل مثلا جاب نمره كويسه ممكن اهله يكافئوه بالاكل، فعشان يريكريت او يرجع يحس تاني بالاحساس الحلو ممكن لما يكبر يروح يلجأ للاكل لما يكون مثلا حاسس ان هو متضايق.